مرحبا يا حبايب، معكم طارق ورجعنا لكم. خلينا نعلي الصوت ورجعنا لكم من جديد. الحمد لله على السلامة. رجعنا يا أحباب. كنت مسافر أنا، الحمد لله على سلامتي وسلامة الجميع. ورجعنا، اشتقت لهالقعدة واشتقت لكم واشتقت لنحضر واشتقت لتعليقاتكم الزينة. أنا لما كنت بالبلد كنت حاطط كذا فيديو إنه ينزلوا لحالهم مشان ما نقطع يعني. فعم شوف التعليقات، الناس دابحيتنا ذبح دابحيتنا ذبح. شو وينك انت؟ استدعاء ولي امر، وين الدس، وين ردة الفعل، شبك. هلا شوف، في كتير ناس ممكن تشوف هذا الامر على انه شيء، انه شو بكم يا اخي طولوا بالكم علينا، بس انا بشوفه بالعكس منيح. معناته رغم الناس اللي نزلت ردات فعل وعلى الرغم من الناس اللي نزلت فيديوهات، بس انتو يا حبايب القلب ناطرين لحتى انا نزل على هذا الامر، وانا كثير بقدر هذا الشيء. بعتذر عن التاخير، واكيد هذا الفيديو نزل متاخر يعني، بدي صار له فتره نازل، ولكن راح نعمل عليه فيديو راح ننزله. وكنت عم بتجنب هذا الموضوع صراحه لأكون صريح هلا، لانه راح يفتح علي باب اسئله تانية، انه شو برد على الفيديوهات الماضيه، ردات الفعل الماضيه عن اول البيف، ليش شلت الاعمال والى اخره. يا احباب، صارت كثير مشاكل بالتعليقات بين العالم، صارت المشاكل شخصيه، فحبيت انه انا اطلع من هي السيره، لانه صارت المشاكل شخصيه كثير يعني، ودخلوا بمواضيع شخصيه وعوائل والى اخره، وما حبيت اكون طرف من هذا الموضوع. ولكن انا سمعت الدست مره، وهو عبارة عن راب ما بيسيء لحدا، ما بيسب على حدا إلى آخره، على حسب ما أنا فهمت على الأقل يعني. فرح نعمل ردة فعل عليه، بالإضافة لأنه ديس قوي كتير، شفت كتير ناس منزلة عنه، سمعت كتير آراء وإلى آخره. فرجاء إذا نزل ديس تراكات لقدام غير هذا يعني، إذا كان الأمر موجه بشكل شخصي على أهل حدا أو خارج نطاق الراب، أو عم يحكي بشخصا كتير، أنا ما راح أعمل فيديو عليه مشان ما تطالبوني يعني، مين ما كان وشو ما كان الطرف. أما إذا نزل ديس تراك عبارة عن راب صافي بيتعلق بالأشخاص نفسهم فقط، فأنا راح أعمل عليه عشان ننتهي من هذا الموضوع يعني. حبايب القلب، لا تنسى الاشتراك، تفعيل الجرس لحتى يوصلك كل جديد. رابط الدس الأوريجينال بالوصف، روح لهنيك، اعمل لايك، شير، اكتب له تعليق زين للغالي. خلينا ننتقل على السريع بلا مماطلة، بعرفكم ما بتحبوا المماطلة. تمام يا أحباب، خلينا نقرأ بداية شو مكتوب هون. يحتوي هذا العمل على محتوى قد يجده بعض المشاهدين مريبا أو دقيقا بشكل يثير الشك، أو مطابقا للواقع أكثر مما ينبغي. جميع الشخصيات والأسماء والأحداث والأماكن المذكورة في هذا العمل حقيقية تماما، وأي تشابه مع أشخاص أو مواقف موجودة في الواقع وهو مقصود وموجه بالكامل. كل ما ذكر فيه متعمد وموثق ومبني على أحداث وقعت فعلا. يا سلام. هي لحالها شغله، لانه بالعاده الواحد بيكون عم يعكس، بيحكي عكس كل شيء حكاه يعني. هون انه الشخصيات خياليه وهي الاحداث من الخيال والى اخره، هون عم يقول لك لا كله صح. تفضل. أمك ملك مو مرة، وأبوك رجل محترم، لمين طالع يا خرا، لمين طالع يا. نعم. شو هاني، وصلوا الأهل إذا بتحب تنزل على الاجتماع. أوكي. وصلوا الاهل اذا بتحب تنزل على الاجتماع. فهو هون عامل شخصيه الاستاذ اللي عامل استدعاء ولي امر، فاجا تليفون وصلوا الاهالي نزل على الاجتماع. عزيزتي ام انتوني، بعد كل الاحترام ابنك خلص ضاع، تعاطي وبرشام، بعرف الحلال جبتي وتعبتي لتربيه، فجاي اعرف كيف طلع ابن حرام. وقع على راسه بصغره، حدا أذاه، الطفل المظلوم ليخبي ضعفه بيعمل جانكستا مان. ابنك كله عواطف، ديري بالك يا مدام، انسي الضرب خذيه بحضنك، ابنك ناقصه حنان. ما في مرة قبلت فيه ب3 لغات، بده ينيك، عامل بطل قومي وهو حده على الكسليك. طبعا هون عم يرد على البارات تبع أنتوني السمراني يلي بيحكي فيها ب3 لغات. فات بشكل محترم الزلمة. هلا مثل عم قاعد مع الام وعم يشكي لها على الابن، وعم يحاول يستفسر منها ليش هيك تصرفاته لهذا الطفل.
عم يحاول يستفسر منا شو هالتصرفات هي، شو اللي صاير معه، وقعان على راسه، شو صاير معه. سوسو كربوش لما تضوج شريك لك تخيله اللي بيلبق له التعصيب كلها محاولات تعويض عن حاجته لعبروطه جربي تفرجي اهتمام ضروري يحسك فخوره بعرف صعبه وابنك صيته يا محلى شرموطه جاهز يبيعك انت والعيله بدسه وبوطه. يعني هون عم يقول انه جاهز يبيعك انت والعيله ومدري مين بدس، يعني انه المعروف اللي بيسبب يفتح لحاله باب مسبه. تعلي راسك ينزل دسه يرجع راسك يوطى يا ما بيي تحكي لهم انه ابنك شي يوم بيوعى. انه هي بترفع راسها بس لينزل السمراني دس بيرجع راسها بيوطى بسبب الالفاظ اللي موجوده بالدس. كيف حكيت بدينه ما انه مذكور كلوقا تواليتنا عربي بسوريا مو كرسي جابن. كيف حكيت بالدين؟ وهون لما عم يحكوا انه الدرويش كان عم يسب الدين والى اخره، عم يقول انا كيف حكيت بالدين، وانه عندنا الكرسي نحن تواليت عربي مو كرسي يعني. ولا لا جاي لعبه ترللا ما دخلنا بدينه بس طوني لو مسلم مو حلال لا لا احتل المشهد مللات بالراب وبالشارع رح طارد فيكن للممات ولا لا جاي لعبه ترللا ما دخلنا بدينه بس طوني لو مسلم ما دخلنا بدينه بس طوني لو مسلم مو حلال. هلا هل قصده هلا هون الشيء اللي انا مني يعني، هل قصده انه حتى لو مسلم مو حلال مثل اللحم الحلال اللي الناس بتدور عليه لتشتريه، اللحم اللي مكتوب عليه حلال، يعني حتى مو حلال هو مو حلال لا لا احتل المشهد مللات بالراب وبالشارع رح طارد فيكن بو بو بو. بغض النظر انه ما بيوصل لباطي ابنك مو قصير وبس ابنك واطي رح شوفه شي يوم عوض حنانك بصباطي صر له برضاعة بابا وبمقام ستيب دادي كل تعبكن راع الفاضي ومشاكله بالتعلق واضحة كيف معلق ببيضاتي ضيعان الصرف لو بحقك له جبته مكياج يخبي خجلة انه ابنك انتوني السمراني. اوف شوف هون شو حكى. صرف لو بحقك له جبته مكياج يا ضيعان الصرف لو بحقك له جبته مكياج يخبي خجلة انه ابنك انتوني السمراني. الواحد لما يخجل بيصير وشه احمر او هيك بيصير وشه بيتغير لون وشك يعني. فانه يجيبوا مكياج بدل ما اشتروا له اكل يجيبوا مكياج يغطي التعابير او يغطي الخجل على وشكم لانه هو ابنكم. يخبي خجلة انه ابنك انتوني السمراني. لك ليش موترين انا ما سبيت لبنان سبيت اللبناني اللي تمنيك على اللاجئين. هلا هون عم يرد على انه هو ما سب لبنان، هو سب اللبناني اللي حكى او تصرف او عمل اي شيء ضد اللاجئين. انا بعرف انتم مو متعودين علي اني وقف واحكي والى اخره، بس في كتير ناس طالبتني بالفتره الاخيره كمان انه لا لازم توقف تشرح تحكي الى اخره. فكمان كمان هون بالفيديو اكتب لي اذا انه انت بدك نحن نوقف نعمل هيك او على ستايلنا القديم نحن نسمع كل شيء بعدين نعطي تعليق نهائي او الى اخره. بس الشيء اللي كتير مهم رح وقف عليه. هلا رح حاول خفف توقيف. بتوقع انه الكل فهمان اليوم وصلنا ليوم انه الكل فهم الدس والكل فهم الكلمات. فضل لبنان كبير اسمه لبنان الجميل ونحن دم واحد اخوة بس بحالتكن انا قابيل. لا تقولوا لي هذا السطر ما بده توقيف بنوب. نحن بالدم اخوة بس بحالتكن انا قابيل. قابيل اللي قتل اخوه. فانه انا بدي انه نحن اخوة اوكي بس انا معكم انتو قابيل. هي وانا قابيل قاتل طائر الفينيق عايش براسك للابد كل ما تعيش ارجع انهيك تضوي الضوء ارجع اطفيك سيبك من عوي رح بتنوي لما بعرفك على فيك فضبوا لك نيكروفيلي نييك الاموات بتسب المرحومه رح تاكل 7 طقات روح لعندها سبها بوشها تربيكن انت وعيلتك تعلم امك كيف يربوا رجال. هن امه لهاني متوفيه الله يرحمها فهن سبوها فعم يقول له رح ابعتك لعندها يعني رح قلت لك ابعتك لعندها خليك خليها تعلمكم كيف تربي رجال. عم تحكي عني بيدو شو شامم نيدو اكفانا كبيره عليك لو قتلتك بلفك بسبيدو فلم اشاعه عني الحقيقه بتشهد لي سوسو عنا الدليل انه الحقيقه بتعيبه من راسه بجيبه براسه بصيبه حلل شخصيته يذبح شرعا نسيته بزور جنازته عم غني وببتسم للعيله أنا وعم فرع وصيته. ولا لا جاي لعبه ترللا ما دخلنا بدينه بس طوني لو مسلم مو حلال لا لا احتل المشهد مللات بالراب وبالشارع رح طارد فيكن للممات. ولا لا جاي لعبه ترللا ما دخلنا بدينه بس طوني لو مسلم مو حلال لا احتل المشهد مللات بالراب وبالشارع رح طارد فيكن
ماني بألمانيا لاجئ جابتني الموسيقى هون. شوف لي بالله هالموسيقى بتاخدك على البترون مثل البلد ريحتك طالعة سنخ يا هي كمان رد على الادعاء انه انت لاجئ على المساعدات الى اخره. بطون لا واضح كم كف أمر على لسانك اليوم. اللي بلبنان بيوت من طرابلس للجنوب. انت لا تقطع جون يا بتقدم طلب لجوء لك طهبوب. كيف نقلك ما تسب الخصوم وانت بتمزح مع رفقاتك سبن ويسبوك. فقال لي بقيت لتقاتل شو البطالة تقوس مجرور مسكر تذبح اكبر كيس زبالة. عبيط انت سوسو حاجة تعيش الحالة بتفكر جاي بفريق بطلع جايكن لحالي. بذبح الفينيق وبعمل مخدة من ريشه وكونه بيرجع بيعيش برجع بقتله وبعيش. هلا في فكرة من المقصات اللي قدامه شيء، انا رب اللعبة. في قدامه مقصات على الطاولة، في منها فكرة وفي مقص واحد لونه اسود محطوط على الطاولة. في فكرة من هذا الامر شيء؟ ما بعرف انا، جاوبوني بعد اذنكم. انا حاجز حر بفيش. بعدين انتبهوا شغلة، المقصات ملونة قوس قزح. ما بدي احكي اكثر من هيك، ما بعرف يمكن انا عم خبص. فرجي المعنى الحقيقي كيف الواحد يقتله طيشه. ما حدا برا جبال بيعرفك لو ما دسيتني. انا صنعتك بدل الشكر سبيتني يا ناكر المعروف. صارحني بالله ليتلي حسك مهووس فيني. Do you want to date me؟ اعملك بدل مرتب بدون كلمة سيفتي. حط السيف في طيزك شوف لي من دمشق السيف شي. حاجة تصرخ بالله قرب وشوشني بدينتي. عندك كينك اللاجئ تعال نلعب سوري بخيمتي. ولا لا جاي يلعبوا ترللا. ما دخلنا بدينه بسطوني لو مسلم مو حلال. لا 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 احتل المشهد مللات قوي جدا. رح طارد فيكن للممات. ولا لا جاي يلعبوا ترللا. ما دخلنا بدينه بسطوني لو مسلم مو حلال. لا 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 احتل المشهد مللات بالراب وبالشارع رح طارد فيكن. بو بو بو. انت ونونو دمن دمر مجدي الوجدي ثنائي كوميدي السمج. انتو نكتة ابن الغير الشرعي للزير. انتو نطفة روسكن كرسي ابو ليلى الزير. الحمام بشوف لساناتكم نطفة. قوي جدا، قوي جدا، مستوى قوي جدا، خرافي، مستوى قوي جدا. مشان ما حدا يقول لي انا عم وقف معه. انا بكل فيديوهاتي حكيت انه انا هذا الزلمه بحترمه الى اخره، بس انا ما بسمعه. فمشان ما تقولي انه انا موقف معه، انا عم بسمع شيء قوي، انا عم بسمع شيء قوي كتير. راب راب. الو بيروت. عزيزتي جوزك ولد انسكيور طرطور وبيدعي الذكورة. الزور يلي بيحكي بعيلة غيره ما في منه خير لعيلته. يعني حيخونك اكيد بذكرك لما الدنيا تدور. يعمل بطل بالغرفة كونه بالشارع محروم. يلجأ للعنف لما وما يقوم. طريق هيهات صبي ضايع دس غيرك قبلك يعني حيدسك اكيد. وبذكرك شي يوم غلطتي وشلتي ولاده نسله مسموم. حفيد ملوك الطائف كلب مانو حفيد ملوك. نيزو الصعلوك نيزو الأضحوك. كتائب نازيين قوات. هلأ صرت تحب السوري يا ابن اللعيب كذب سليني. جمهورنا أذكى يا فاشل فحاجة تجرب تستغبيه. منع دخولي كذب رح شيله وجاييك. ضبط من نهرك الوسخ على العاصي صفيك. لا تحكي باسم البلاد لبنان منك بريء يا حرام. ضحيت هذا بيحكي عن نزار هون. في زبالة ومجارير بس يلا انتخبوا نفس الناس وافتخروا ببشير. وانت عبنت ما بتمون لتسحب مصاري. يا بيي عم يحكي عن وقائع يا شباب يا حبايب. ريتك بصحتك عمو نيزو بعدك انجلق. الرب عم بينظف هلا قاعد مع ابوه لنزار مستدعي اولياء امور الكل. هذا وهو اوسخ ما خلق. بيطلع من تمك خرا. امك بتقلك دهب بتحبك مسكينه. الله يسامحها على هيك ولد. ABS اسمه فران فبرجلي بتنضرب. ولاد بلدك بيصفقوا عويلك طرب. تسجيلات من سوريا شايف ما في بلبنانك سند. فرح تتلم تعاطف من فلول الاسد. يا بيي هذا تسجيلات اللي كانت الفويسات اللي عم يشغلها كان اول التراك تبعه. عم يقول له شو ما عم تلاقي سند غير فلول الاسد. نزار انت يا كذاب يا مفصوم. بتحب السوريين وبنفس الوقت جنود الرب يا هبول. والاسم معلمك بشتيلة وخلي فلسطين تفرجيكن حبها على الاصول. ارقص فالس مع بشير بوكر توف للعميل يلي ما بيعرف يشوف الفيلم. فالس مع بشير اخوش لك هالزمن. عملت الخائن بطل والصعلوك صار يحكي باسم لبنان الكبير. مكركع ثقافة واضح اخذ جنب الزيح. نيزو انت مو شبيه حاجة راب عن التشبيه. حدا يشرح لي كيف بيحكي باسم الصليب وكل افعاله اهانة لآلام المسيح. لو بالوصايا العشرة مسيحي أكتر منك. وبأكد لك إني فايت عكنيسة أكتر منك. كزلمة أحسن منك. البيت ناري كمان يا زلمة، البيت ناري.
كرابر احسن منك مانك صيدي انت اطفك بطحنك كالسمك فمين الكلب اللي وانت مدمن عالشم هل تعلم انه الكوك تعويض عم بز الام يا مو اخذ اهتمام من اهلك بتاخده من ايري في مجال. شوفوا هلا شال كان في مقص اسود على الطاوله هون محطوط، هلا انشال. اخي في معنى ولا انا عم بتوهم ولا هي صدفه؟ طب اللي ابنك يا عم لك تلحس زب الزبي انت وفلوك الزراطة عملت من الحبة قبة طبعا كونك بتتعاطى رؤية نسر ليل ونظارة شمسية وسخة جاية تمثل لبنان الكبير بهيك نظارة لا تتعكر عم يحكي عن النظاره تبع نزار بالكليب. طايفة الطوايف ما بتعنيني شو بدي بدين الناس انا لربي ديني لهيك لما قلت لي انزل عجبال يا نونو كنت جايك وبعرف دعسك طبعا ربي بيحميني. الكتائب بال76 غنوا الاسد ايامها بسوريا ما كان في كلمة للابد لحيصة طياس حافظ صبيان مخابرات البلد مو مسيحي انت وبشير احتفلوا بالشباب مبسوط باسمك على الورق قبلك اسم الارينا انت ما بتحب تكذب بس بتخاف من الحقيقة الاشياء اللي بتطمح توصل وصلنا لها بال20 واحلامك هي التافهه من زمان محققينها يا لطيف باسمك الفني وباسمك على الورق قاري بكل شي بتمثله قاري بكل حدا معك قاري بكل واحد شجعك او شي يوم شمعك قاري باللي حيلاقيك بس لاقيك وضوعك لك بخشي كيف مو نايب سيناك تاريخ بيشهد انه انعشنا بلبنان المشهد لما نحن جينا سأل طرقات بيروت شنو بطرابلس ومينا لك حتى حجاره مشهدكن عمال سوريا معمرينا. هذا اللاين ناري حتى حجارة مشهدكن عمال سوريا معمرينا. لك قاري فيك كيف تتشبه بحضارة اسمها ما فيك تهجي قول القاف صح بس مرة وحدة كونه كل بيتاتك مش عقولة صح بتربح معنا بيت كأنك قلت صغيب مضاجعة بسميك أمي عم بتدس حالك يلا اشتغل شغلي عني خلص منه تعال حضني بعرف وجعتك بدسي بس وقف اسأل نفسك شبني ليش عم بغلبني لسانه زلق سب أهله كونهم داعسينه كيف ينيك أحيائي موتاي نايكينه بطارده روحه رابوس صر مايتا على جبينه تقله ما حدا خايف من رابر اسمه ريزو يعني واو شو حلوة اسمائك لما وصلت التحقي كانت خلصت كل اسماء الرابرز البار الجاي من الوفا فكرك بتعرف اسمها اذا لسه بتحكي بالشارع انا اللي بنيك احيائك امك فرنسا عملت لبنان الكبير بال20 الانتداب عطاك اسمه عم تتمرجل فيه تعال قلك كونك عم تحكي تاريخ خبرني هاي نفس درس التاريخ اللي نزار هلا عم يعطيه هو واحد. نونو بالله مين الفينيقيين من جبل الأقرع لحيفا مملكة اختصرت فيك جنون عظمة هذا بيتك ما بيخلقك مو جنون عظمة جنون عظمة. اكيد الضبع بيحكي عظم السبع بس يقتل خنزير انت سقفك كلب صيد. اكيد الضبع بيحكي عظم السبع بس يقتل خنزير انت سقفك كلب صيد وفي بس ناقص تدريب. بيت السبع ما بيخلى من العظام وفي بس ناقص تدريب فخبرنا خي الجيك كونك مكركع تعرف بعد التأسيس شو يلي حصل تحاصص وحرب أهلية وقبل دولة ما في أو هدول كمان تاركن للجزء الثاني معك ضابط إيقاع البيف حييني جبتك عملعبي غصب مين الأقوى فرجيني بعد باسكال مشعلاني ما في عنصري بيسترجي أنا ناسي وناسي أنا يلا بحمص لاقيني فكرك ننسى يومك كيف تكالبوا المنايك انتو جنود بحالة وحدة بس تتكاتروا علاجك هلا لتلم تعاطف عم تحكي بالدم الواحد دولتكن بتحط لك المخيم سلك شائك قاري فيكن وبالداتا ما جبت عنك كلمة كل شي جبته من شغلك هالقد لسانك محروق الزلمة محروق عم يكتب من قلب يعني طلع على وشه دخلك فكرت ببنتك لما تكبر وتسمع لك جاهز تخسر احترامها ولما تكبر تحترمني يا لطيف عربيزي خذ لك سطرة شيزي بخرع السمراني وبمسح بدقنك طيزي بتبسي حركت المشهد من 5 سنين عم بتجربوا تفكوا فيه بريزي. ونهاية قاري باستعطاف المستمعين انتو احفاد سايكس وبيكو وغورو نحن احفاد صلاح الدين لابس كوفية بوحد كل الشام لا سوريا ولا لبنان يا كلاب اسمه فلسطين. هي نهضة عم السين اوه البيت حساب سنين يا البيت فيكم بالسيرك باسم كل الفريق كان ناقص مهرجين فيكن اكتمل العدد يا مرحب هلا صار لي سنتين مستني تغلط لا افشخها كانت دربي ولاك لا تعمل كود ما في عنزة وصلت ربا ببعت له روحك بس اذبحك اخذ قرار باستهدافك بوب لا تخاف تحكي اسمي شفافك تنطق دق واصل عبوابك طرد خاص لسانك بشمط فل ما عاد عرفت وين بدي اوقف انا بالعاده بوقف على السطر الناري ما عاد عرفت وين بدي اوقف تحكي اسمي
اسمي شفافك تنطق دق دق واصل عبوابك طرد خاص لسانك بشمط فول ستوب عجبينك نقطة قلم رصاصه يلمع لق سيفي حتى فل سابق سريعك توك توك خرطومي كبير ببلكن أنا غير معدود كالسمسم فيكن يكتب هيك أنا أكبر من أكبركن كونك حابب تنسى التراتب دوما جاي كركبكن أنت نسخة تافهة عن السير يا نيزو والسوسو كأنك طالب كلش بس من تيمو في كلام معكم بالسين مثل خرا الكلاب بشوارعكن من أرض ما من إيمون يا لطيف. هي عم يحكي عن الناس الثانية اللي نزلت غير نزار والسمراني. دمو أبيض جربوا شي مرة السيمو حشيش وأشياء داونر بلكي تروقوا يا بهيمو قاري باسمك شو بشع وقاري بالألتر إيجو هالصلعة جاي من فكر يا كانسر حتصلع كيمو وفلوك بايخ كمان واحد اثنين ضلني ذكرك كلمتين سخت العلقة معن اضطريت اسمع لهم مان لخصنا فيكن زبالة هالمشهدين فالدروي بأي مشهد أكبر منك والحقيقة إني أثرت بسينك أكتر منك وهالمرة مصغر عقلي ونازل علم سينك إنك بتحكي من طيسك صدق يا بطيس وسيعة تندم ماما سي ماما سا ماما كوسا ما بيبقى شي من دسك لو شلنا هالمسبب رح ألطن يا ماما استنوا جاييكن يا كلاب امسك روسكم ما فلتكم كأني بانيك أتاك كنا حموت وانا للأبد عايش بقلوب ناسي وبيروس أعدائي وانتو لما تموتوا كل شي رح ينذكر عنكن هو صلعة هاني لسه ما خلصت شيل صليبك هدي بس لتموتوا كل شي رح ينذكر عنكم صلعة هاني يعني حتى لما تموتوا ما رح ينذكر غيري أنا وهو صلعة هاني دس هاني لسه ما خلصت شيل صليبك انت اهانة لدينك وفر تعب عأمك بلا ما وجع العذر يصيبها سوسو شايل قضايا خلص يا ديفا تهديداتك نكتة سقف راسك أكلة نيفا خفيفة انبرتك ضربا عطيزاك لك حاجة بعبع خيخة ملك جمال لبنان والنيزو وصيفك أنا حمصي أصلي بتسب لي أمي وبسأل أمك كيفك إن شاء الله بخير الله يخلي لك يا رب. يا حبايب شو بدنا نحكي اقسم بالله دس اسطوري والزلمه وما في غلط يعني الزلمه عم يحكي على الشابين بس عرفتوا كيف ما سبع حدا على اهل حدا عفوا وما دخل ناس تانيين والى اخره الزلمه حكى على اطراف البيف فقط والله اسطوري يعني شرحنا كثير بقلب التراك وبعدين كفيت انا لانه ما فيك إذا بدنا نوقف على كل سطر لازم نوقف إذا بدنا نوقف لازم نوقف كل سطر ونحكي شو معناته الزلمة بشكل واضح بشكل مختصر عم يرد على كل سطر أو كل مقطع حكوه الشباب أنتوني ونزار بالتراكات تبعيتهم بالإضافة لأنه هو بعدين ضاف بعض البارات وبعض البانش لاينات الخاصة فيه فوق الردود يعني فكان عمل متكامل صراحة عمل متكامل ما راح أحكي إذا هو الأقوى ولا الأضعف ولا شو مكانته هلأ بالهي هذا أمر راح أتركه لإلكم اللي حابب يعرف بالتفصيل وبالسطر وباللاين يعني وبالبار شو قصد وشو شرح وشو إلى آخره في جذور الراب الكل بيعرف جذور الراب منزل فيديو عن هذا الأمر بشارح فيه الموضوع بشكل دقيق يعني فيكم تروحوا تشوفوه بالإضافة لبعض التحليلات اللي أنت لحالك لازم تكون تفهمها لحالك لازم تستوعبها يعني وفي بعض الشغلات اللي أنا سألت عنها هل هي شغلات مقصودة أو شغلات بالصدفة صارت أو شغلات عشوائية وإلى آخره ما بعرف بس أنا انبسطت كتير صراحة درويش مستوى عالمي مستوى خرافي يعني ممكن يعني أحد أفضل الدسات اللي أنا سمعتها مو بهذا العام فقط على مر الأعوام يعني فإذا ما بدي بالغ كتير هذا كان عمل كتير مميز وكتير أسطوري فأحبابي القلب لا تنسوا تروحوا تسمعوه عند الدرويش تحطوا له لايك تشتركوا عنده لا تنسى تشترك عندي تحط لي لايك وتكتب لي تعليقك الجميل اصبروا علينا واكتبوا لنا شو بدكم راح ننزل راح نرجع للتنزيل الاعتيادي تبعنا راح نلاحق أول بأول كالعادة الفترة الماضية أو هالأسبوعين 3 اللي راحوا كنت أنا مسافر هلأ رجعت حبايب القلب نشوفكم بالفيديوهات الجاي سلام